هل صحيح إن أنا أقدر أمتحن الزمالة الأيرلندية من البيت؟ ده سؤال اتبعت كتير النهاردة. الحقيقة إنه الجزء النظري أيوة تقدر تمتحنه من البيت. MRCBI Part 2 Written هو امتحان نظري مدته 3 ساعات على الكمبيوتر، والحقيقة إن الكلية بتسهل على الناس وخلت الامتحان من البيت، يعني أي حد في أي مكان يقدر يقدم على الامتحان في المواعيد الرسمية ويمتحن من بيته من على اللابتوب بتاعه. طيب، امتى مواعيد الامتحانات؟ مواعيد الامتحانات هي بتكون مرتين في السنة، مرة في شهر مارس ومرة في شهر سبتمبر. الامتحان اللي جاي إن شاء الله أقرب امتحان ده هيكون في سبتمبر 2026. التقديم عليه هيفتح يوم 3 يونيو في شهر 6، يعني بعد تقريبا شهرين. والجزء الكويس قوي في الابليكيشن ان هي بتفضل فاتحة لفترة عقبال ما بتقدم وترفع ورقك، تمام، وتجهز نفسك. والاجمل من كده كمان انه الاماكن بتبقى متاحة، ولو قدمت في اول يوم زيك بالظبط لو قدمت في اخر يوم. فيعني مفيش استعجال ومفيش مسابقة، ومعاك وقتك وتاخد راحتك. طيب، بعد ما اقدم ايه اللي هيحصل؟ بعد ما تقدم هما هيشوفوا الورق بتاعك اللي حضرتك رفعته، وده غالبا هيكون صورة شخصية وصورة التخرج والاتستد كوبي بتاعت MRCOG Part 1. هما بيراجعوا الورق، وده غالبا بيكون في خلال 3 أسابيع من بعد قفل باب الحجز، وبيبلغوك إن خلاص الابليكيشن بتاعتك فيريفايد، تمام، ويبدأوا بعد كده يتواصلوا معاك فيما يخص ترتيبات الامتحان وهكذا. طيب، بالنسبة للامتحان الأوسكي ده، لأ، عن إن الريتن، طب أكيد الأوسكي أو الكلينيكال مش هيتعمل في البيت. ده صحيح. امتحان الأوسكي بيتعمل 3 مرات في السنة، وال3 مرات بيكونوا موجودين في أحد الدول العربية، زي مثلا عمان. مرة بيكون في الإمارات، مرة بيكون في السعودية. الامتحان الأوسكي بيتعمل في شهر فبراير وشهر مايو وشهر نوفمبر. بالإضافة إنه طبعا كل مرة في ال3 مرات دول بيكون معمول في أيرلندا. أحيانا في أيرلندا بيكون بس مرتين، إنما هم زودوا مرة تالتة نظرا لزيادة الإقبال على الامتحان، ونظرا لأن الأماكن بتاعة امتحان الكلينيكال غالبا بتكون محدودة. فمهم جدا إن احنا يعني لما نسجل دلوقتي نقدم ونجرب، ونعرف الإكزام ريجوليشن بتاعتنا، علشان إن شاء الله في أقرب فرصة تقدر تقدم على الامتحان الكلينيكال بتاعك وتخلص الشهادة بتاعتك، تخلص زمالتك، ونبارك لك.